ولا كان يعرف يقول كلمتين على بعض في الوعظه، ولا هو زي انبا مين ولا بتاع، ما يعرفش يقول كلمتين، بس كان راجل صلاه. كانت حياته كلها صلاه، طول النهار قداس 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 صلاه. كان بيعمل معجزات، ليه؟ مش الصلاه بتاع صوم الصلاه، هم ده. ولا كان واعظ جبار، ولا كان خريج مش عارف فين، ولا كان دكتور، ولا اي حاجه خالص. راجل ثانويه عامه. وتلاميذ المسيح، روح لي من تلاميذ السيد المسيح كانوا كلهم جهلاء العالم، جهلاء. كل الاصابع كلام زي بالظبط بالظبط بالظبط. ما فيش صوره في البيت ما فيهوش صوره البابا خالص النهارده ولا واحده. وكانوا لدرجه ان هم كتبوا زي منشور بقى وبيعات يمضوا الناس عليه عشان يشيلوا البابا. ايام ما كان البابا كروز كانوا عاملين ورقه ويمضوا عليها الناس الشعب والاراخنه عشان يشيلوه. بالظبط بالظبط بالظبط. يعني راجل كان بيتحارب في وقت كان الناس كلها يا عم ده طول النهار في الدير، ده طول النهار يصلي ايه يا عم، احنا عايزين بابا زي جليات، راجل هبه وطول وبتاع ده، كان الناس بتحبه. نفس الحكايه احنا بعدنا عن الموضوع في نفس الحكايه ان احنا ما اقدرش اقول ان انا ايدي هي احسن حاجه، لا ده انا رجلي احسن حاجه، ده انا دماغي، لولا دماغي كلنا اعضاء. نفس الحكايه احنا اعضاء في جسد المسيح كلنا. ما اقدرش اقول لا انا متميز عن فلان في حاجه او انا احسن فلان، لا كلنا واحد. حتى اتفضل. نعم. تميز كويس. بالظبط. هو القلب ده السوبر. بالظبط. بس القلب ده طالما الجسم مات. صح. هو التميز المطلوب ومهم جدا لان انت تغيير. صح صح. لكن في وسط المجموعه له دور. بالظبط. كل واحد له دور ما اقدرش الغيه. هنا اللمبه دي مهمه. بالظبط. بس اللمبه دي من غير ما يبقى هواء ولا حاجه. بالظبط. الشمعه دي حلوه بس من غير ما تولعها ولا ايه. هو بذوره مهمه، كل واحده كشاف حلو. بدليل ان هو ايه؟ لما النور قطع كلهم احتسوا. مفيش حد فين الشمعه؟ انت معيش كبريت. فين الكشاف؟ قال مفيش بطاريات. فين بتاع؟ مفيش كله واقع وانس ان الكهرباء قطعت. انما في الطبيعي هم تيم واحد، لا ده له دور وده له دور وبذوره له دور والشمعه ليها دور وكل حاجه ليها دور. الكشاف اللي هو البورتابل اللي قاعد بيقول ان انا اقدر اتحرك ويمشوا بيا له دور، كل حاجه ليها دور. فاحنا لازم نتعلم ان احنا كلنا ان احنا تيم. ما اقدرش اقول لا يا عم ده انا شماس ده في المردات استاذ، ده انا صوتي ده ابونا من غيري ولا حاجه. يعني ده انا ابونا لما انا مش موجود ما بيعرفش يصلي من غيري، ده انا صوتي ده انا حافظ قبطي، ده انا مش عارف ايه، ده انا مميز، ده انا مش عارف. ما فيش حاجه اسمها كده، كلنا بنكمل بعض. ما فيش حاجه. ممكن يكون حد شخص يعني قليل جدا وروحاني وعند ربنا حاجه كبيره جدا. مش مهم راي الناس فيا، المهم راي ربنا فيا. نعم. دخلنا في حيز الاسره. بالظبط. الزوج والزوج. كويس ان احنا رجاله بس في السيدات. صح في محيط الاسره بتبقى كده برضه. لا ده انا اللي بصرف، ده انا كل انا الراجل هي المفروض تسمع كلامي. لا ده انا من غيري طب لما هي نفسها بيحصل كده ما اتصرفت من غير ما ترجع لي. بيحصل كده انا اتصرفت من غير ما ارجع لي. او هي طب شوف انت مين هتاكل ازاي؟ طب انا هسيبها في البيت وامشي، شوف بقى هتربي العيال ازاي؟ هتصرف ازاي؟ الاثنين واحد. الاثنين واحد. ما اقدرش زي حاجتين بيكملوا بعض. ما اقدرش اقول ان انا من غير ده تربيه الولاد طب انت ربي الولاد، او انا من غير الزوج هقدر اشتغل. لا، مين بيكملوا بعض. نفس الحكايه في اللغه دي كلها بتكمل بعض. كلها بتكمل بعض. وبعدين لو اتنين يشتغلوا زوج وزوجه كواحد شخص واحد البيت هينجح. لو كل واحد بيفكر في نفسه مفيش محبه، لا ده انا الموضوع هيختلف تماما. عايز احكي لكم قصه كده بسيطه بسرعه. احدى الرهبان
في دير الأم أنطونيوس. كنت مرة في زيارة عنده، فبيقول إن هو كان موجود في أمريكا. أبونا بشوي لو تعرفوه، أبونا بشوي الأنطوني. فبيقول أنا كنت مرة زيارة في أمريكا وبعدين عند أسرة، فدخلت عندهم زيارة فلقيت الراجل 2 دكاترة في البيت وزوج وزوجة وعندهم عيال. فدخل عند الراجل لقاه مثلا دخل ابونا فرح امي بيقول لمراته اعملي كوبايه شاي. لا 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 خليك انت، انت جاي تعبان وانت طول النهار في مستشفيات في امريكا وبتاع، خليك انت انا اللي هعمل الشاي. خليك. لا 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 انت استني بس، ما فيش داعي مش عارف ايه. الجرس الباب يضرب، يتخانقوا مع بعض. وافتح انت الباب. لا 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 انت يا عم انت، انا تعبان سيب انا هقوم افتح. انا هم الاثنين وصلوا لغايه الباب. كل نعم. لا ابونا جوه عندهم في الاوضه وراجل موضوع في ابا مش عارف مين صيدليه جايبين دواء، قوم افتح. لا يا اخي يا ماما خليك انت. فابونا قال ايه الناس دي؟ دول باين عليهم بيشتغلوني. انا عايز اعرف ايه يعني ايه ده؟ قاعدين بيمثلوا عليا وانا موجود عشان انا راهب وجاي لهم في زياره. فراح قال لهم طب ايه رايكم بقى انا جاي اقعد معاكم اسبوع. اقعد معاكم اسبوع. انا تتشرف يا ابونا، تتشرف اقعد معانا. فابونا دخل لقى ان هم حياتهم كده على طول. يجي يعمل الاكل فطار تقول له لا بلاش انت انا اللي هعمل. يجي مش عارف ايه بتاع لا بلاش انت انا اللي اوصلك، لا انت اللي تروح، لا انا اللي اروح. حياتهم كده على طول. ولقى ان الحاجه الاحلى بقى كده ان الولاد موارثين الموضوع ده. الاطفال الولاد وارثين. يجي واحد الواد يقول له مش عارف ايه، يقول له لا انا خليك يا حبيبي انا والتاني. فبقى انا عايشين في امريكا. انا اول مره اشوف اسره بالمنظر ده. بيتفانوا الاثنين مين اللي هو يعمل. مش مثلا قوم يفتح الباب يا عم انا نايم تعبان قول له مش عارف ايه، لا انت وانا ما انا انت مش عارف، وتحصل خناقه. الاثنين في امريكا واثنين دكاتره متفانيين مين اللي هو يحاول يريح الثاني اكتر. مين اللي يحاول حاجه رائعه بصراحه. نعم موجوده. ابونا قاعد يحكي القصه ديت. ابونا افتكر انهم بيمثلوا عليه. قالوا عشان ابونا جاي زياره عندهم قاعدين بيشتغلوني مين اللي يفتح الباب، مين اللي مش هيرد على التليفون، مين اللي مش عارف ايه ده. فقال لهم لا انا هقعد اسبوع. وفعلا والولاد نفس الحكايه. لا البيت كله بالطريقه دي. محبه رائعه بصراحه. محبه رائعه. شوف احنا بنعمل ايه كل واحد، وانا اقول لكم شوف في بيوتنا احنا بنعمل ايه. بس مش عايز اطول عليكم. اتفضلي معلم. أنا قلت أنوة أحد المخلع. مرض ماليش حد يشيلني يرميني في المية دي يلاقيني في المية يعيني. مرض ماليش دي يشيلني مرض ماليش حد يشيلني مرض ماليش حد يشيلني. 30 سنة و8 أعوام وأنا شاكي من مرضي. طرح الفراش دايما تعبان. مرض ماليش حد مرض ماليش حد يشيلني. مرض ماليش حد يشيلني. يجي الملاك في الفجر يحرك
تلك المياه يحرك المياه وانا نايم مرض ماليش حد شيلني مرض ماليش حد شيلني مرض ماليش حد مر المسيح يوم وسألني تحب تشفايا قلت له يا سيدي أعني مرض ماليش حد يشيلني مرض ماليش حد يشيلني مرض ماليش قلبه محمل سريرك وإني لحنسى ميلك شلت الفراش وطلعت أجري سالم ما فيش شيء يؤلمني مرض ماليش حد يشيلني مرض ماليش حد يشيلني. كل حد لها ترنيمة. هتلاقي الاساس كل حد ليه ترنيمه طبعا بتدي المضمون لاحد، بس هي حلوه طبعا. هي الطريقه بس الطريقه دي بس طريقه لا مدرجه يعني كذا حته بنلاقيها. انا بشكر المعلم لان احنا بنفكر الفتره الجايه بعد 50 كده نعمل لينا اجتماع رجال للاخوه اللي مش مسؤولين شمامسه، ممكن دي كورس مكثف كده بسرعه كده يخشوا معانا عشان في اقرا ابتسامه ممكن يتسموا معانا شمامسه، يحفظوا مثلا المرات داخل الشماس بس مش هنحفظ الحان كبيره، بحيث يبقى احنا في فرصه نشوف شمامسه وبعد كده نصلي مع بعض في القداسات وفي كل حاجه ثانيه. فده بس هنظبطه مع المعلم ومع الاباء بعد ال50 بعد العيد الكبير ال50 ان شاء الله، بحيث يبقى مجهزين بالقصه دي، بحيث يبقى عندنا اجتماع رجال كله بيخدم وكله شماس وكله فيه ياخد بركه الخدمه في الهيكل او بره الهيكل في الصلاه. النهارده هو اليوم خفيف طبعا عشان العيد زي ما احنا قلنا، فهيبقى يوم بسيط كده وانا هنخلص بسرعه. بس دلوقتي في الفقره القانونيه موجود معانا الاستاذ نشأ هيكلمنا عن قانون الاحوال الشخصيه. المفروض هو خلاص اعتمد من مجلس الشعب مش كده؟ بس هو بيقولوا خلص المفروض يطلع على شهر 6 يكون طالع على الصوره المفروض كده. بس هو بدأ فعلا اوريدي بدأ يبقى في تفعيل لبعض مواد القانون، يعني في حاجات ماشيه فيه بياخدوا منه شويه حاجات دلوقتي وماشيه في حاجه بتطبق يعني. اتفضل يا استاذ نشأ. لو في اي سؤال قانوني معانا يا استاذ نشأ نساله مفيش مشكله، اي سؤال قانوني نساله فيه. بسم الله والابن والروح القدس واحد امين. احنا هنراجع بعض الحاجات اللي احنا كنا قلنا عليها قبل كده في قانون الاحوال الشخصيه وندي فرصه للاسئله، وحابب ان احنا ايه اللي يعني لغايه اللحظه دي مفيش قانون، فايه اللي نتمناه كرجاله ان احنا نلاقيه في القانون الجديد، يعني كل واحد تطلعاته ايه اللي هو كده كده لسه مفيش اي حاجه كله كلام. يعني اخر حاجه كانت اللي هي لائحه 38 اللي هي كانوا ماشيين عليها الاخوه المسيحيين وما كانتش كلها بتطبق، لان لائحه 38 دي كانت بتتوسع في اسباب كتيره، يعني لو لقينا فيها اسباب الطلاق هنلاقي اسباب كتيره قوي، للهجر للزنا للفرقه لحاجات كتيره، فكان طبعا اللائحه دي ما بتتاخدش بيها. وكمان اللائحه دي كانت بتتعارض مع الشريعه الام اللي كانت شريعه الدوله اللي هي الشريعه الاسلاميه،
لكن الحاجه اللي حصلت جديده اللي هي فتحت الباب للمجال ان احنا نعمل قانون جديد، ايه هي؟ ان في الدستور سنه 2014 حط مبدا مهم قوي، قال لك الشريعه الاسلاميه هي الام، لكن في الاستثناء اللي المسيحيين ان هم يطبقوا شرائعهم. فالمبدا ده اللي هي الماده الثالثه من الدستور في سنه 2014 حط المبدا ان المسيحيين يطبقوا شريعتهم. فمن ساعتها بقى في مناقشه ان احنا نعمل قانون جديد، لكن لحد اللحظه دي مفيش اي قانون صدر، كله ده كلام. فهنخلي في الاخر ايه اللي احنا نتطلع اليه ان هو يكون في القانون، وطبعا هنشوف ايه اللي الدوله ماشيه عليه دلوقتي. الدوله اللي ماشيه عليه اكبر مشكلتين بيقابلوا المسيحيين في الحياه، تعتقدوا ايه هما؟ الطلاق والميراث. دي فعلا اكبر مشكلتين بتواجه المسيحيين في قانون الاحوال الشخصيه. فاحنا حاليا الطلاق دلوقتي يعتبر شبه مستحيل، لان الطلاق في المحاكم ما بيتمش غير عن طريق حاجتين، لا اما الطلاق للزنا، لا اما الطلاق لتغيير المله. فطبعا الاولى دي بتبقى صعبه جدا انها تتثبت، فمفيش حد يتحكم له اعتقد الطلاق للزنا، حتى لو كان في زنا فعلا لكن ما بنعرفش نثبته. فالحاله الثانيه اللي بيلجا اليها اغلب المسيحيين هي الطلاق لتغيير المله، ودي كان فيها بقى جدل كتير وسبوها كتير. كانت الشهاده ممكن لحد النهارده بتطلع ب50,000 و100,000 عشان اي حد متضايق من مراته او العكس بيطلع الشهاده دي وبيقدمها للمحكمه. وبرضه المحاكم مش كل المحاكم بتاخد بيها، يعني ممكن يبقى دافع فيها مبلغ كبير ان هو غير المله، وطبعا كل المحاكم كل محكمه بتمشي على مزاجها. وانتشر ان بعض المحاكم بعينها هي اللي بتاخد بالشهاده دي، فكان المحامين يعرفوا الدايره اللي بتعمل الموضوع ده ويروحوا. يعني في بعض الدوائر في اسكندريه بتحكم بالطلاق لتغيير المله، لكن نعم شهاده متحده المله اللي هي بتطلع من القضيه ولا ما هو بيبقى في اتحاد في المله، لكن عشان يتحكم بالشريعه الاسلاميه امتى يتحكم بالشريعه الاسلاميه؟ الشريعه الاسلاميه تطبق في حاله اختلاف الطائفه والمله. فكنا احنا بنلجا للموضوع ده نقول ان في اختلاف الطائفه والمله، فعشان كده لما بيجيب اي حد زوجين شهاده بتغيير المله كان بيتم الحكم ليه طبقا للشريعه الاسلاميه. اتفضل. ما سمعتش ان هو الكنائس قاعده مع بعض هم يقفلوا الجزئيه دي بالموقع وحاجه زي كده، يعني في جزء من القانون بحيث ما يبقاش صفقه انك انت تطلع عن في حاجه زي كده. ما هو ده في القانون الجديد، النقطه دي اللي سيادتك بتقول عليها في القانون الجديد عشان يقفلوا الباب دي. قال لك ان القانون اللي هيطبق هو القانون اللي هو ساعه الزواج، اتجوزنا على الشريعه الارثوذكسيه يبقى هو اللي يطبق ساعتها سواء كده او كده. وقفلوا الباب، هيقفلوا مش قفلوا، هيقفلوا الباب ان مفيش حاجه اسمها تغيير طائفه ومله. سؤال كده سريع. هنا افتقاد الاسبوع اللي فات، وبعدين واحده بتحكي مش عندها يعني في البيت، فبتقول ان في حالات يعني واحده متجوزه واحد وبعد كويسه جدا ومفيش اي حاجه، وبعد كده الراجل الزوج ادمن ومشي في المخدرات، وبقت هي بتصرف على البيت وشايله البيت وبتصرف على الاولاد، وهو ساب شغله نتيجه ان هو ادمن. الحاله دي بحالها ازاي؟ مثلا يعني في امثله كثيره. على ارض الواقع حاليا مفيش طلاق برضه، حتى لو الزوج ده كان يعني اصبح مدمن، اصبح مريض، اصبح اي حاجه، يعني اصبح بعد الجواز. لكن لو قدرنا نثبت ان هو الحاله دي كانت قبل الجواز، لو ثبتنا المرض او الادمان ما هي خلاص هي خدته سليم او هو خدها سليم خلاص. حاله زي كده بتكون بعد الجواز مش قبل الجواز. لا هو بعد الجواز خلاص، هو الكنيسه الاثنين استلموا بعض سلام خلاص. لو حصل ما انا بقول قبل ولا بعد؟ قبل ولا بعد؟ لو بعد خلاص مفيش طلاق. لو ما ده اسمه بقى هنخش الحاله ثانيه اسمه بطلان زواج. يعني الزواج بني على باطل، اللي هو مثلا كان عنده مرض مزمن وخباه، او عنده غير قدره كنزيه على الزواج وخبى.
دي بالظبط كده. ده بطلان زواج. لو هو عنده عكس، وهي عندها عكس جنس، يعني هو مثلا بالسكر لا، ده اسمه غش. هيتفعل في القوانين الجديده غش. حتى مرض السكر ده يعتبر من الامراض المزمنه الغير قابله للعلاج، فهيحطوها ان هو اتبنى على غش، يعني كده في بطلان زواج. بس لازم ياخد حكم الاول من المحكمه. ما ينفعش ان انا في مشكله اتجه الاول للكنيسه. لازم يكون في حكم محكمه الاول. واحد عمل غير واحد كده خد ورجع تاني خلاص ما فيش مشكله. هو معروف ان هو بياخد تغيير مله عشان يطبق. وعشان كده المحاكم دلوقتي بقت تقفل. هو غلط اصلا يعمل تغيير مله، بس هو بيعمله كسبب كحيله قانونيه عشان ياخد كده. واغلب المحاكم دلوقتي بتعمل ايه؟ اول ما بتجي لها الشهاده دي بتعمل ايه؟ اول حاجه، او اي محامي بيحضر في اول جلسه بيطلب ان هو ارسال الشهاده دي من الجهه اللي صدرت منها عشان يتاكد ان الشهاده دي صدرت منها او لا. فاحنا في اغلب الحالات لما بنطلب المحكمه دي من المحكمه بتخاطب الجهه، بتخاطب الكنيسه مثلا الارثوذكسيه او الكاثوليك، تقول لهم الشهاده دي طالعه منكم ولا مش منكم. فاغلب الكنائس بتجيب الرد ان الشهاده دي لا تمت لنا بصله، والشهاده دي مزوره، والشهاده دي، فطبعا المحكمه على طول بتدي رفض. ممكن ما تكونش مزوره، بس برضه في نقطه ثانيه. بعض الكنائس بتجاوب اجابه دبلوماسيه، بتقول الشهاده دي صادره من عندنا في الجزء الاولاني منها، ان الشهاده دي صدرت من الكنيسه الكاثوليك مثلا او الارثوذكس، ولكن الكنيسه لا تتيقن على علم يقيني ان الشخص ده انتمى للطائفه. فالجملتين دولت بيقولوا الكنيسه تقول هي صدرت مني، يعني عايزه تقول ان الشهاده دي طالعه من عندنا، بس في سبيل ان هم ياخدوا الطلاق. فهي مجرد ان تقول ان احنا من الكنيسه مش متيقنه ان الشخص ده ينتمي للطائفه او لا ينتمي، ان هو ما بيمارسش الشعائر الدينيه. فمجرد ما يكتبوا الجملتين دول تلغي الشهاده. فالموضوع بقى صعب جدا جدا. نعم. احنا من 38 لغايه 38 لغايه النهارده 25 داخلين على فوق 80 سنه 85 سنه. اللي بيتناقش يعني بيتناقش، كان في الدوره اللي فاتت بيتناقش، والدوره هيطلع امتى دي ما نعرفش. مجرد ان هو يصدر القانون ويقول كده. والقانون الجديد عايز يتجنب نقطتين. النقطه الاولى تغيير الماده دي خلاص هيقفلها، هيقول ان هو الناس تنطبق عليهم الشريعه اللي يتجوزوا فيها ساعتها، عشان تقفل الباب بقى موضوع تغيير المله. النقطه الثانيه هتقر مبدا احنا مبدئيا الشريعه المسيحيه ما فيهاش شريعه في المواريث خالص، يعني مبدئيا كده. لكن احنا القانون هيتحط طبقا للمبادئ المسيحيه. يعني ما فيش قانون، لكن هيتحط طبقا للمبادئ. يعني النقطه اللي بيناقشوها ان هو الولد هيكون زي البنت. دي طبعا ما فيش حاجه في المسيحيه بتقول كده، لكن في مبدا ان الست زي في المساواه. فعشان كده دلوقتي اللي عايز يطبق المبدا ده لازم يرفع قضيه ويطالب عدم تطبيق الشريعه الاسلاميه ويطبق الشريعه. ففي بعض المحاكم بتقبل وبعضها بترفض، وحتى اللي قبلت ما بتبقاش ملزمه للمحاكم الثانيه. ما هو بيتجنبوا الموضوع ده دلوقتي، ان هو حد يبيع لبناته لما يكون عنده بنات. النقطه الثانيه برضه اللي هيتجنبوها بالاضافه للنقطه دي ان المال بتاع الاسره يظل في الاسره. يعني دلوقتي لو في بنات المال يطلع للاعمام او الاخوات، لكن في القانون الجديد هيقفلوا النقطه دي، ان في زوجه مثلا وبنات، يبقى المال هيتقسم ما بين الزوجه والبنات او الاب والبنات، ما يخرجش بره الاسره. هو الام يعني القانون دلوقتي الطب والكلام زي كده، قانون نصيحه
خد مثل زيهم. الام كده كده الزوجه ولا ام الشخص اللي الزوجة لو هي ام المتوفي. المفروض هيكون ليها كده كده في القانون الشرعي الاسلامي بيطبق انها ليها، وفي القانون الجديد كده مش هيغفلوها يعني. ما الام او الاب تتكون من الاسره، لكن لما المال ينتقل للخال او الخاله او العم او كده ما بيبقاش من الاسره. لا نعم. فكل ده اللي هو بيحاولوا يعملوه في القانون الجديد. فهل احنا ممكن نفكر في حاجه يعني تكون فكره احنا عايزين نشوفها في القانون الجديد؟ يعني كل دي مناقشات و لا هي ما تناقش اقتراحات ومناقشات. فاحنا ايه اللي نتطلع ان هو يكون موجود في القانون الجديد؟ يعني لو حد كده يقعد يفكر بخياله ايه اللي عايزه يكون موجود، فاهم؟ نعم؟ اللي معاه الورق هو بقى اللي يفكر. اللي معاه بس برضه ايه يعني ايه دي فدي وفي القانون الجديد برضه بيناقشوا بالنسبه لنا بقى الجايه سؤال اتفضلي. انا لسه بفكر في كده. هو مين بيساعدنا يعني؟ الثانية أب توفى. الأب عنده تنفيذ منهم بيت هتوفى في حادثة. الولد مش عاوز يعمل إعلان وراثة تهتم بالدين. يعني هم قالوا الدين قاصد مش عايز يعمل إعلان للأب اللي توفى. من حق البنتين يعملوا، أي حد من حقه يعمل إعلان وراثة. هو يقول ماشي يقول اعلام الوراثه. اي طرف من الورثه من حقه يعمل اعلام وراثه. واعلام الوراثه بيتعمل ازاي؟ انا برفع اعلام وراثه وبعلن بقيه الورثه، مجرد اعلانهم باعلان جم ما جوش خلاص كده كده لازم اعلام الورثه هيتعمل. يعني مش لازم بيروح يمضي على ينفع طبقا لاعلام الوراثه. يعني اول حاجه بيطلبها البنك اعلام الوراثه، ولازم كل الاطراف موجوده في الاعلام. لو 10 افراد لازم يكونوا موجودين، او حد يكون عامل توكيلات لحد. اعلام الوراثه مش شرط الولد هو اللي يعمله او البنت هي تعمله او الام. اي حد من الورثه يحق ليه ان هو يعمل اعلام وراثه، لكن الولد يقول الحاجه بتاعتي يوم زي ما عايز، لكن البنك او اي فلوس او اي ممتلكات لا تقول اليه الا بموجب اعلام الوراثه. ما هو الولد هنا بتقول بالظبط ولا البنت هي تعمل اعلام وراثه. البنت تعمل اعلام وراثه او الام تعمل اعلام وراثه. اي حد من الورثه من حقه يعمل اعلام وراثه، مش الولد يعني. ثانية واحدة. بالظبط كده البنت مش هتبقى هنا. كنت سابونا حاجة؟ لا اعلام الوراثه بيحدد فلان وفلان وبيحدد الانصبه. يقول الام مثلا الزوجه الطن والاولاد كذا، لكن ما بيقولش ان هو عنده فلوس قد ايه ولا ممتلكات ايه. ده بيقول مين هم الورثه والانصبه بس. نعم. هتفضل في الحساب لغايه ما تتصرف. ان شاء الله تقعد لما لا نهايه. هو نفسه ما يقدرش ياخدها لا مين قال كده؟ بس انا لو بعد 20 سنه وقدمنا الورثه وجينا نصرف الفلوس هيقول لي لا خلاص القاضي مالكش حاجه. حتى لو بعد 15 سنه وجينا قدمنا كورثه وقلنا خلاص كنا مختلفين واتصفينا وكده وعايزين نصرف، هل البنك ما يصرفش الفلوس؟ لا تقعد لغايه ان شاء الله. ما فيش قانون بيقول ان البنك يحجز على الفلوس بعد 15 سنه.
اللي يحولها لحساب رابط ما بيهمش عشان ممنوع التعامل عليها، عشان ما حدش يضرب ورقه ولا يجي يتعامل عليها، فبيحولها لما يجي الورثه باصل اثبات الوراثه او حاجه يعمل حاجه اسمها تفعيل الحساب مره اخرى. يعني زي ما كده تحديث بيانات، لكن هو بيوقف عشان ما حدش يخش يتعامل. كذا مشكله حصلت قبل كده وبتحصل ان في حد يخش يتعامل، يشوف حساب مش متعرض لفتره يخش يتعامل عليه، فهو اقصاها غالبا سنه، وبعد كده الرصيد النقدي كله بيقف التعامل عليه لغايه ما يحدث بيانات. لو ما حصلش عليه اي تعامل هنا او اوت، لكن حصل اي تعامل بيعيد تاني الموضوع. بس السؤال ده هل من حق الورثه لو اتفقوا بعد 5 سنين 10 سنين يصرفوا فلوس ولا لا؟ يصرفوا، يعني حتى لو بعد 20 سنه. دي النقطه بالظبط كده. واخر حاجه هنقولها في القانون الجديد اللي عايز برضه من الحاجات اللي عايز يعدلها، ان يبقى يتثبت الزنا بحاجه اسمها الزنا الحكمي، يعني اي دلائل على وجود زنا، يعني سواء كانت مراسلات او واتس او اي حاجه من الوسائل دي، عشان كان السبب ده يعتبر غير قابل ان هو للتنفيذ. ففي القانون الجديد هيحاولوا مش هيتوسعوا فيه، لكن يتثبت بكافه الطرق اللي هو نعم. ما المجلس الحزبي لما بيكون لما بيكون كسر ما بيقدرش يتعاملوا في اي حساب للكسر غير موافقه النيابه الحزبيه. ما هو عشان يحافظ، هو الهدف المحافظه على اموال الكسر، النيابه الحزبيه دي الهدف منها. لكن هي اي نعم مشقه، ولما تيجي تبيع بحاجه لازم تاخد موافقه النيابه الحزبيه وكل حاجه، كل ده في سبيل ان هي المحافظه على اموال الكسر. يعني الاشتراك مع التمرين المجلس مفيش. تاخد موافقه، لكن مش هيوافق، يعني في سبب مش هيوافق كده. ممكن يكون شايف مثلا هتجدد مثلا ب 20,000 ب 30,000 يقول لها لا كده اهدار لاموال القسط، ممكن يكون شايف كده لكن النقطه دي ما فيهاش اي تعديل. فلو في حد عنده انفصال الهجر ما هو كل ده مش مفعل. هل لو في هجر دلوقتي لمده 5 سنين ولا 7 سنين 10 سنين، هل في طلاق؟ ما عندناش احنا طلاق للهجر. لغايه دلوقتي لا، انا اعرف واحد زميلي للهجر بقاله اكتر من 15 سنه سلفاء. ما فيش، ما هو ده مش من اسباب الطلاق. احنا عندنا هو السبب للزنا او لتغيير المله، والاثنين اصعب من بعض. يعني ايه؟ اتفضل. لو في واحد حصل اي حاجه زي كده راح واختفى، هو لا مات ولا عايش ولا 5 سنين كده هو بترفع دعوه في ان هو في حكم يصدر حكم الموت بعد 4 سنين. يعني هو اتحط في ظروف تؤدي للوفاه، سواء حرب او طياره او مركب، بيتحكم بوفاه الشخص ده بعد 4 سنين. وفي الحاله دي بما انه توفى بيحق للزوجه انها تصدر حياه طبعا. بس لو قررنا الجزء الراجل ده كان رجع بعد 7 8 سنين 10 سنين، هنا الحاله دي بس. ما هو اكيد اتحكم بموته بقى، يعني ايه؟ خلاص، يعني هو خد حكم القانون ميت. وارد يحصل، بس هو القانون بعد 4 سنين من فقده او تغيره بيدي حكم بالوفاه. من مين؟ في السماء. اشكركم، ولو حبيتوا بعد كده اي موضوع تختاروه بدل ما انا اختار الموضوع، اي موضوع تحبوا تختاروه نتكلم فيه ونتناقش فيه تحت امركم. ولو في اي اسئله. هل اتعرض عليه مشكله كبير بالفعل في موضوع الطلاق ما بين المسلمين؟ هي اغرب حاجه ان زوج طلق زوجته، الزوجه هي اللي اعترضت على الطلاق. يعني قضيه من القضايا ان الزوجه هي اللي اعترضت، يعني تغيير منه. والمفروض ان هي بقى تحق لها الزواج وهو يستحق
بعد فتره استأنفت الحكم ولغت الحكم بناء على القصه اللي انا قلتها، ان هي بتستعلم عن الشهاده، بتعمل استعلام عن اصل الشهاده. فمجرد انها المحكمه تودي الشهاده للجهه اللي صدر منها، الجهه دي بتقول لا الشهاده دي مزوره ولا تمت لنا بصله، فبتلغي الطلاق. فمن اغرب الحالات ان يعني بيصدقوا ان الزوج او الزوجه ان هم يتطلقوا. طبعا عندنا الخلع مطبق عندنا بس بيتم بناء على ايه؟ يعني على ايه؟ بيتحكم لها بناء على انها تجيب شهاده تغيير مله برضه. ما بيتحكملهاش بالخلع الا لما تجيب الشهاده، وهي ما بتعرفش تجيب الشهاده. فانا عندي اكثر من حاله ان الزوجه مره واثنين وثلاثه جابت شهاده تغيير المله عشان وطلبت الخلع واعتبارين من كل حاجه، المحكمه بترفض بناء على ان الشهاده مضروبه. فالخلع بيتم بناء لو في يعني معلش، يعني لما واحده لما تلبس اي كتب الخلق يبقى الخلق، اشمعنى ان هو الخلق غير احنا المسيحيه مقفوله. ما هي بتلف عشان يعني تجيب الشهاده عشان تطلب الخلع، ما بيتمش الخلع بناء على مزاجها كده بس. معلش هو غير مسيحيه، ما هي هتاخد الكره بيدوا لها الكره ما غير مسيحيه القانون بيسمح بكده. لا المساواه دي شريعه ودي شريعه. اشكركم ومتشكر جدا جدا لحضراتكم، ولو حد عنده اي افكار او اي موضوعات يحب يتناقشوا فيه تبلغوا. شكرا جزيلا ليكم. شكرا. نشأت على المعلومات القيمة اللي بناخدها منهم من صفوانية. موضوع بتاع الأحوال الشخصية موضوع شائك وموضوع صعب جدا. في استثناءات في استثناءات، في حاجات احنا مش فاهمينها، لكن في حاجات بتحصل في الموضوع. هو القانون في حيز التفعيل في حاجات بتتفعل فيه، بس هو غالبا على ما سمعنا انه على شهر 6 كان طالع للنور، لان مجلس الشعب غالبا وافق عليه خلاص تقريبا. يعني ان شاء الله يبقى خير. واحنا مش عايزين قانون، عايزين حاجه هتتمسك المسيح يبقى هو الدستور بتاعنا والقانون الحكم بتاعنا المفروض يعني المفروض كده يعني، لان الموضوع كده يخش في طريقه ثانيه خالص. اتفضل يا امين. هنتكلم عن ابونا ميخائيل ابراهيم. احنا وزعنا لكم نبذه عن ابونا ميخائيل، هنقرا النبذه وبعد كده نستمجد مع بعض، وبعد كده هنتكلم عن تامل روحي في احد المجله مع الدكتور ابراهيم يوسف. احنا وزعنا كلنا النبذه بتاعت ابونا ميخائيل ابراهيم، وزعناها كلها على بعضنا. من اجمل ما سمعت عن ابونا ميخائيل ابراهيم ان هو كان نقول عليه ضيف من السماء على الارض، يعني ضيف من السماء على الارض فعلا، من زوار السماء. يعني ده من اجمل ما سمعناه، ويا ريت كلنا يعني نبقى ضيوف، نحس ان احنا ضيوف. يعني اللي بحس ان هو ضيف يبقى دايما يبقى ايه؟ نظر لفوق لبيته بقى، عايز يرجع لبيته باي طريقه. هو ده قاعد هنا ضيف، قاعد غريب. فده كان احساس ابونا ميخائيل ابراهيم اللي اداله النعمه والموهبه والقرب والبساطه وكل حاجه ممكن نقولها ناخدها من ابونا ميخائيل. هو اتولد في كفر عبده كويسنا منوفيه، وتربى في كسر عذراء بكفر عبده، والتحق بالمدرسه بالاباط الكبرى هناك، وعمل موظف في وزاره الداخليه، ثم انتقل للخدمه الكهنوتيه في 15 سبتمبر سنه 1951. هو مولود سنه 1899، يعني ابتسم تقريبا وسنه 52 سنه. ابتسم كاهن وسنه 52 سنه، ولكن هذا السن الكبير اداله من الخبره الحياتيه اللي يقدر يخدم بيها، وكانت خدمته دايما بيهتم بالافتقاد. رغم ان هو كان كبير فكان مواظب على زيارة المرضى وحل المشاكل، وبرضه من القصص اللي الواحد بيسمعها وبتأثر فيه جدا جدا. ونتمنى نبقى يعني نمشي في أثر ابونا ميخائيل. لما كان بيزور حد مريض كان بيثبت تحت المريض ويقول انا جاي ازور المسيح، فبيعتبر ان المسيح المريض ده هو المسيح، فهو جاي يزور المسيح بالظبط كده. يعني حاجه بصراحه يعني قمه الروحانيه اللي كانت موجوده فيه. وكان قبل ما يخش الافتقاد بيصلي، يعني هو داخل على اي بيت بيصلي ويقرا ابانا الذي ويشم الصليب،
وكان دايما بيزور كل الحزانة وكل المرضى في فترة الأعياد. وحا مكتوبة وكان يخلع حذاءه عند دخول غرفة المريض احتراما وتهيئا لوجود المسيح معه مساند قولهم كنت مريضا فزرتموني. أنشأ اجتماعات روحية، هو أول من أنشأ اجتماعات روحية في شبرا، ومنع كان زمان في أطباق بتمر في القداس كده أثناء القداس، طبق اللي هو العطا بيمر بحط صندوق عشان ميبقاش في حاجة لحد اللي عايز يحط في الصندوق يحط في الصندوق. وعمل منع أي رسوم تحت أي خدمة ليتورجية أو أي صلاة بدون رسوم، مفيش حاجة اسمها عليها رسوم معينة، لكن كلها كانت مجانا، واللي عايز يحط جوه في الكنيسة مفيش حاجة تانية. فكان نموذج حي متحرك للبذل والحب، يخرج في الصباح مؤديا صلاته بكل أمانة ومزاميره وقانون الروحي موفرا كلماته مع الناس تكون مع الله. كان بيخرج صلاة. والنهارده تريح شيخ المطرنة تقريبا بنفس البساطة ونفس القوة ونفس القرب من ربنا كان أنبا بخوميس النهارده. فقدنا النهارده برضه من زوار السماء اللي كانوا موجودين معنا الأرض، رجع لبيته السماوي مرة أخرى النهارده. الأنبا بخوميس هو يعني فقد تأثرت الكنيسة كتير جدا جدا، إنه حد من الشيوخ المطرنة اللي ليهم تأثير وليهم حكمة في كل، أنا أعتقد في كل حاجة أو كل قرار بتاع في الكنيسة كان هو ليه حكمة وقرار وليه حاجة في القصة دي كلها سواء في المجمع أو خارج المجمع. كان أبونا ميخائيل من مواقف بقى ودروس بيديها لنا، كان أبونا ميخائيل مريض بارتفاع حرارة، فطلب منه الدكتور يستريح في الأحد الثاني، فأجاب قائلا هو بكرة حد إيه دكتور رمسيس، وعندما قالوا لحد المخلع فأجابوا خلاص أنا مخلع أروح أصلي والمسيح شفع المخلع. جايب الصدفة بنتكلم فيها والنهارده حد المخلع. ثم فوجئ الدكتور به يصلي القداس في الصباح وهو معافى تماما، معافى كان عنده إيمان قوي. قبل ما يصبح كاهنا أرسل أبونا ميخائيل إبراهيم بدلة المكواجي دي كلها عارفينها، بقى بدلة يكتوى عند المكواجي بعتها له المكواجي، فجه ياخد البدلة قال له البدلة اتسرقت. فخلاص قال له طب خلاص مفيش مشكلة، طب اتسرقت قبل ما تكويها ولا بعد ما تكويها؟ قال له لا أنا كنت كويتها واتسرقت هي مكوية. قال له طب خد، راح مديله ثمن المكوى. يعني ده الأجرة كوي البدلة اللي اتسرقت، يعني أمانة في كل حاجة حتى في القصة دي. قال له أنت تعبت خلاص أنت رجع هي اتسرقت. فدايما كان بيعلمنا دروس حلوة خالص. كان أبونا ميخائيل دائما الصفحة على المسيئين، عنده غفران، عنده اتساع قلب، عنده احتمال كبير جدا 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 لكل واحد، وكان بيطبق اغفروا يغفر لكم زي ما بيقول فكما يغفر لنا أيضا نغفر نحن الذين يذنبون إلينا. فكده غفران غفران غفران. كان يحرص على دفع رسوم المواصلات حتى لو ما جاش المحصل دي، حتى ركب الاتوبيس ما جاش المحصل دي. وحتى كان في حاجه بتتقال ان هو حتى في المصلحه كان شغال فيها، كان قلم الكوبي، كان زمان الكوبي ده القلم بتاعه غير قلم المصلحه، ما ينفعش يكتب بيه حاجه خالص خاصه بيه هو، يعني كان دقيق جدا في امانته. عشان كده كنت امينا في القليل اقيمك على الكثير، والامانه بتدي نعمه وموهبه كبيره جدا جدا جدا. برضه في احد ايام في باب الكفر عبده وجد ابونا قربان غير مناسب، فقال ان يعد قربان جديد بنفسه. هو حضر دقيق بشر النار في الفرن المجاور الكنيسه ويكتب المزامير ثم اقام القداس بعد اجزاء القربان. يعني ما كانش بيبقى قربان مش كويس، ما كانش بيبقى بيحتد على القرابني او حاجه، هو راح عمل قربان صدق القداس بتاعه، ما كانش فيه مشكله خالص. ولو كان في ملابس جديده كان بيلبسها وكان حد حس ان هو عايز هذه الملابس بيديها له، مش بيديها من المستعمل. جاء زوج شاب لابونا ميخائيل ابراهيم يشكو زوجته التي تسبه، فاستمع ابونا اليه بهدوء وساله وان كان متاكدا من الكلمات صارت عن زوجته، ثم قال له الشيطان يتكلم على فمها، فاوصاه بالرجوع اليها والصلاه من اجلها. وعاد الزوج لبيته وبدا يصلي وتكلم مع زوجته، فتحول بيته الى مكان مليء بالسلام. مبادئ روحيه علمها لنا وكان بيديها لنا على طول. لا حل أي مشكلة إلا عن طريق الصلاة، لا حل أي مشكلة إلا عن طريق الصلاة، وخاصة صلاة القداس. عدم طلب أي شيء إلا من الله فقط، سواء روحيا أو ماديا.
شكر الله على كل ما يأتي علينا، قبول الألم في الخدمة في صمت مع عدم التذمر أو الحديث مع أحد، وكأنها مرسلة من الله لخلاصنا ونفعنا. التسليم الكامل لمشيئة الله في كل شيء. من أفضل كلمات أبونا ميخائيل إبراهيم: اوعى عن نفسك يا أخ وخد بالك من نفسك. ربنا يسامحني ويسامحك. أعطينا يا رب أن نسمع لصوت الشر، أرضي كل الناس وربنا يرضينا جميعا. ربنا يعينني ويعينك، يساعدني ويساعدك، يخلصني ويخلصك. افتح قلبي وقلوبهم وأعطيني نعمة في عيونهم، وأعطيهم نعمة في عيني، ليتمجد الله بي أو بغيري. ومن الأفضل بغيري ليكون المجد ليه وحده. المسيح يباركني أنا المسكين، ويبارك كل الذين يطلبون البركة. آمين. زي ما قلنا احنا هو زي من زوال السماء لينا. اللي عاشر أبونا ميخائيل إبراهيم 10 من سكان السماء، 10 ملاك كانوا على الأرض. بساطة، نقاوة، حكمة، موهبة، نعمة، كل حاجة كانت موجودة. مش في حضر بابا شنودة لما تلاقي أبونا ميخائيل إبراهيم أصاب إن يبقى ليه موضوع ضعف الكدرائية، قال لك عشان يسندني، مع إن هو كان متنيح، بس أصاب يبقى ليه موضوع في الكدرائية موجود لغاية دلوقتي في الكدرائية الموضوع بتاعه، على أساس يبقى حتى هو متنيح جنب ابنه في الاعتراف، جنب أبونا الأنبا شنودة. بابا شنودة كان أبونا ميخائيل إبراهيم هو أب اعتراف، فلما تنيح في سنة 75 عمل له موضوع جوه الكاتدرائية. والنهارده يعني احنا دلوقتي 50 سنة على نياحته، وغالبا دلوقتي الدكتور إبراهيم مش كده بيحاولوا دلوقتي يطلعوا اعتماد لقداسته تقريبا عشان يتقال في المجمع زي أبونا يوسف الأنطوني وأبونا بشير كامل، بيحاولوا يعملوا قصة دلوقتي. اتفضلوا، التمجيد موجود معانا في الورقة. اتفضل. هو أبونا بشوي كان متجوز؟ أبونا ميخائيل إبراهيم كان متجوز؟ متجوز. أصلا يعني عيلته في أي يعني ولاد؟ متجوز، وغالبا اتجرب قبل كده في حد، مش كده يا دكتور إبراهيم؟ نعم يا ابونا. كان متجوز ومجرب. كان عنده في بعض اولاده، ابنه الكبير كان اسمه ابراهيم، اتوفى وفي اثناء حياته هو اللي صلى عليه ده له. ابنه اتنيح، ابنه الكبير اتنيح كذا، هو مرض كذا تجربه كمان. ده متجوز، كان متجوز. وزوجته توفت قبل نياحته بفتره كبيره. يعني زوجته سافرت السبب. وزوجته توفت، ايوه، ما هو ده هو كان متجوز. الغطا بتاع راسها فضل لابسه، فضل لابس غطا راس زوجته. يعني كان الناس فاكره ان لابس قنصوه راهب، وهو ده في الاخر لما دول كان بيلبسها تحت الطيلسانه او تحت العمه السوداء، فسالوه ايه ده؟ فقال لهم ده شرب زوجتي كانت بتلبسه قبل ما تتنيح، فهو عشان تبقى موجوده فوق راسي، هي كانت موجوده معايا في حياتي، دلوقتي موجوده فوق راسي في كل وقت. فكان حاطه لابسه ربطه على راسه تحت الطيلسانه وتحت العمه بتاعته. فهو حد قديس بصراحه، بيعلمنا يعني ايه امانه، يعني ايه وفاء، يعني احنا جسد واحد. يعني بنتكلم دلوقتي عن كلامنا ما نشهد عن انفصال ومش انفصال والقصه دي كلها، ونشوف مثال زي ابونا ميخائيل ابراهيم، زوجته توفت حط الشرب بتاعها فوق راسه، تبقى فوق راسه. ففي فرق جديد جدا في التفكير حتى، مش في حاجه ثانيه. التمجيد موجود في الصوره اللي مع حضرتك، ممكن نتفضل نقول التمجيد مع بعض. اتفضل يا استاذ. يا ملك السلام أعطينا سلامك، قرب لنا سلامك واغفر لنا خطايانا، فرق أعداء الكنيسة وحصنها فلا تتزعزع إلى الأبد. عمانوئيل إلهنا في وسطنا الآن، بمجد أبيه والروح القدس يباركنا كلنا ويطهر قلوبنا ويشفي أمراض نفوسنا وأجسادنا. نشمك بخريستوس بكيوت أسوس من بيبك سواجيك إياك ستيمون اللحن والترنيم نكرم أبنا سبياك له التكريم بن يوحنا ميخائيل
أخذنا بركة رؤية بنقول عاشرنا اذكرنا يا أبتا بنيوت أبونا ميخائيل من عشاق القديسين مع الله كل حين بنيوت أبونا ميخائيل حياتك صلواتك مرفوع كل الأوقات تدخل للسماوات بنيوت أبونا ميخائيل في الفرح والضيقة يرفع لنا قداسك معصوم وميطانيات بنيوت أبونا ميخائيل يا من في خدماتك يا محب لأولادك بل أيضا أعداء بنيوت أبونا ميخائيل قلب يسعى الجامع لشكوى الكل سمع الآن لنا شافع بنيوت أبونا ميخائيل أبقي في حالا على البائس والحيرة يريح كل إنسان بنيوت أبونا ميخائيل يعجب في اتضاعك عظيم في إيمانك وقوة ثباتك بنيوت أبونا ميخائيل نفسي طافت رجاء وثقة وعزة تقوي الضعفاء بنيوت أبونا ميخائيل يدقق في أعمالك حاكم في أقوالك من الله إرشادك بنيوت أبونا ميخائيل تحدث بالوداعة والفرح والبشاشة والزهد والبساطة بنيوت أبونا ميخائيل قلب مليء بالسلام والحب إلى التمام يعطي على الدوام بنيوت أبونا ميخائيل يا قدوة ومثال في حياة الاتكال والصمت والاحتمال بنيوت أبونا ميخائيل يا كريم في العطاء رحيم بالفقراء مضيف للغرباء بنيوت أبونا ميخائيل طوبك يا راعي جليل يا حبيب عمانوئيل طوبك بالأكاليل بنيوت أبونا ميخائيل الآن في أمجادك لا تنسى أولادك اذكرهم في صلواتك أنيوت أبونا ميخائيل بطرس بطرقنا وشريكه أسقفنا أمنجليوس أسقفنا بنيوت ميخائيل كنيسة مريم مرقس شعبي وإكليروس اذكرهم عند القدس بنيوت أبونا ميخائيل أصل كانت بيعتنا السائرين عنا ليقويهم إلهنا بنيوت ميخائيل اشفع فينا بانك يا الله يحفظنا في أيام غربتنا بنيوت أبونا ميخائيل تفسير اسمك في أفواه كل المؤمنين الكل يقولون إله أبونا ميخائيل عنا أجمعين Axios beniotes oab Abuna Michael Ibrahim. تفضل صريح.
الأيام بتجري، النهارده الأحد الخامس، خلاص اللي جاي أحد التناصير، الساعة في العيد، خلاص احنا عدينا وصلنا الصيام، داخلين على الثلث الأخير من الصيام تقريبا دلوقتي. وزي ما احنا قلنا قبل كده في كل أحد من الأحاد بيبقى في رسالة خاصة لينا، من أول أحد الاستعداد والدفاع، وإزاي أنا بستعد للصوم بالصدقة والصلاة والصوم، وأخش على حد الكنوز، وإزاي أنا بغير أولوياتي وبداياتي، وأفحص علاقتي بالمسيح بربنا وأشوف هو فين من حياتي. لو هو ما كانش الأول أبتدي أعيد كل الأولاد بتاعتي عشان أخش الصوم وأنا داخل ومعايا المسيح. وشفنا في حد التجربة، وشفنا المسيح بيعلمنا بالرغم إن هو مش أضعف من الشيطان، ده هو أقوى من الشيطان، لكن بيعلمنا سلوك حياة. خلي بالك، مش قادر تنتصر على الشيطان، مش قادر تعدي أي تجربة، مش قادر أي ضيقة غير بكلمة الله تعطيك السلام والنصر على الشيطان. وبعد كده من أول ابن الضال لغاية الموعد الأعمى الحد الجاي، دي رسائل شخصية لكل واحد فينا. دي مرحلة معينة من مراحل الخطية، مرحلة من مرحلة التيه والتوهان اللي حصل في ابن الضال، وثبت أبوه وافتكر إنه حرية خارج الكنيسة، خارج الوصية، فهو خرج من حدود الوصية، حس إن الوصية مقيدة، فافتكر إن الحرية بره الكنيسة. ولكن للأسف كانت الحرية الشفهية دي هي نفس القيد ربطه بالأرض واللي خلاه يعيش في الفقر ويبقى ضعيف جدا ويرجع. ولما كانش رجع لنفسه كان نزل للهاوية، خلاص انتهى الموضوع. لكن لما رجع شوف، وفي الابن الضال فيه بنتعلم منه ان الله لا يرفض اي احد من ابنائه. انت مقبول مهما تكن درجة خطيتك او تروحك، ودي كل رسالة في كل واحد. وشفنا السامرية، المرأة اللي كانت مرزولة، كان ليها ماضي صعب جدا جدا، وكانت تتكسف تطلع قدام الناس. المسيح مشي مسافة كبيرة عشان يروح لها على البير وعشان يكلمها، وتصبح من امرأة مرزولة مكسوفة من الناس، مش عارفة توري الناس وشها من الخطية، إلى امرأة كارثة ثم شهيدة. دي هي المرأة السامرية. وشفنا هذا في المخلع، واحد كان قاعد في الخطية، وده أفضل يعني في تأمل سمعته عن المخلع إن هو يعتبر كأنه واحد مأجل توبته 38 سنة، يعني واحد في خطيته لمدة 38 سنة هو قعد سكن في خطية، تعايش مع الخطية بطريقة معينة. ممكن لو واحد مأجل التوبة كبيرة بس الفرصة بتجيله، ربنا بيجيله ويشوفه، عشان كده قال تريد أن تبرأ. فخلي بالك انت لو مأجل التوبة، مأجل التعامل مع ربنا بطريقة معينة، المسيح بيقول لك النهارده في حد المخلع، أتريد أن تبرأ؟ شوف هترد عليه تقول له إيه؟ هتقول له أريد نعم يا سيد، وهتقول له إيه؟ لو قلت له نعم يا سيد يقول لك إيه؟ قوم أحمل سيدك وامشي. بس خلي بالك لما قابلك في الهيكل بعد كده يقول لك إيه؟ لا تعود تخطئ لئلا يكون لك إيه؟ أشهر. خلي بالك بعد كده هتقابل معاه. وشوفنا بعد كده هنشوف لحد الجاي وازاي الخطيه بتعمل فاصل بيني وبين ربنا، تعمل ساتر كده فتخليني كاني اعمى. ومرحله العمى دي مرحله الفصل تام عن الله. وزي ما قال الكتاب او الاباء بيفسروا ان الخطيه بتبني، في كل خطيه بتعملها بتبني طوبه بتعمل سور، وهذا السور بيكبر لغايه ما يبقى حجمه كبير جدا كده يعمل فاصل. لو مفيش توبه هذا السور بيبقى ايه؟ يبقى خرساني بينك وبين الله، وفي الحاله دي يبقى ايه؟ انت اللي تبقى خسران. فالدكتور ابراهيم يدينا تامل عن حد المخلع النهارده، ناخد بركته. خليني وتسابونا ناخد بركه مع بعض. معلش حظكم بقى ان المتكلم معتذر، سامحونا يعني. ربنا يخلي حضرتك. بسيرة أبونا القديس أبونا ميخائيل إبراهيم، الحقيقة أنا من ولاد مرمرقس شبرا، فأنا شفته هو يعني كنت أنا صغير قوي، كان هو أب كبير شيخ في الكنيسة. هو ليس الأقدم في كنيسة مرمرقس، لأن هناك جيل الآباء الكبار أبونا مرقس داوود هو الأقدم، هو يعتبر مؤسس الكنيسة، وهو يعتبر أب كاهن قديس أيضا. وجه عليه أبونا ميخائيل إبراهيم بترتيب إلهي كده، وبعد كده كان الثالث بتاعهم أبونا يوحنا جرجس، والرابع أبونا استفانوس عازر. ده جيل الأربعة الكبار كلهم هم الأربعة قديسين حقيقة. فكنا احنا يعني شوية عيال كده، لكن أبونا ميخائيل كنت تشوفه في الكنيسة كمان ترى المسيح حقيقة يعني. هم الأربعة، لكن أبونا ميخائيل بالذات
تشوفوا حاجة مختلفة. هو كان فعلا احنا كنا بنستغرب من طريقة لبسه، يعني كان بيلبس العمة وتحتها حاجة سودة، فكنا واحنا صغيرين نقول ايه ده، راهب كاهن ولا ايه؟ ولحد ما عرفنا قصة زوجته، ازاي انه بعد نياحة زوجته اخذ شال زوجته او الطرحة بتاعت غطا الراس بتاع زوجته وحطها تحت راسه، وفضل عايش بيها لحد ما راح السماء. وعليه قصص، يعني لو قعدت احكي قصص عن ابونا ميخائيل ابراهيم محتاجين وقت طويل خالص. نعم. قصة مجدي ياس تقدروا تشوفوها على النت، ازاي ان هذا الاب القديس يستطيع ان يحول ذئب الى حمل، ازاي يحول واحد كان محكوم عليه في جنحة الى واحد بيعترف بقضية قتل، فيبقى الحكم بتاعه اعدام ويبقى مبسوط ويروح لساحة الاعدام وهو مبتسم. والجرايد كلها اتكلمت عن مجدي ياس، اكتبوها على النت كده هتلاقوها موجودة، لان الجرايد كلها كانت بتكتب قصة مجدي ياس في الايام دي. من هو مجدي ياس؟ ايه الشخص الغريب ده اللي رايح يبتسم لحبل الاعدام؟ استاذ نعيم معانا من مرمورقص شبرا بقى، وايام مرمورقص شبرا كنا بنحكي عن ابونا ميخائيل. السنه دي تعدي على ابونا ميخائيل 50 سنه، اليوبيل الذهبي لسفره للسماء، واوريدي متقدم طلب رسمي للمجمع المقدس. المجمع المقدس فيه لجان كل وظيفه، ففي لجنه للاعتراف بقداسه الاباء، وتقدم طلب رسمي من عندنا من الكنيسه وبرعايه الانبا انجيلوس، يعني اسقف شبرا الشماليه. نعمه ربنا الطلب باذن الله ينال طبعا الموافقه، لان ابونا ميخائيل مش محتاج حد يتكلم عنه. والانبا انجيلوس قال انا مش يعني في الطلب قال انا مش هتكلم عليه كتير، كفايه الوثيقه اللي كتبها البابا شنودة عن وقت نياحته. في كتاب حلو قوي كتبه البابا شنودة اسمه مثل في الرعاية، أقومس ميخائيل مثل في الرعاية، وقال عليه كلام حلو قوي. يعني يوم نياحته قال حين طلبت من أباء كنيسة مرمورقص أن يدفن أبينا ميخائيل إبراهيم في الكاتدرائية، كان السبب الظاهري الذي قلته لهم إن أبونا ميخائيل إبراهيم ليس ملكا لكنيسة مرمورقص شبرا وحدها، ولكنه ملكا لكل كنيسة في كل أنحاء مصر. ده كان السبب الظاهري، ولكن السبب العميق الذي كان يسكن أعماقي أنني سوف أستعين ببركات هذا الأب القديس خلال خدمتي في الكاتدرائية. ده اللي قاله البطرك في الوعظ بتاع نياحة أبونا ميخائيل. ميخائيل إبراهيم هو تقريبا على حسب علمي هو الأب الكاهن الوحيد اللي موجود جسد في الكاتدرائية. في ظهر جسد مرمورقص الرسول موجود معاه في المزار البابا أثناسيوس الرسولي والقديس أنبا غريغوريوس العلامة أسقف البحث العلمي، دول بس اللي موجودين مع أبونا ميخائيل إبراهيم في المزار. والأنبا صمويل المعترف اللي هو الشهيد، مش كده؟ أنا صمويل الشهيد، أنا آسف، صمويل أسقف الخدمات اللي هو استشهد في حادثة المنصة بالظبط كده. ناخد شوية تأملات سريعة كده في حد المخلع والشاهد موجود عند حضراتكم. هقول كم ملحوظة. احنا في الصيام الكبير الكنيسة تختار بعناية شديدة الشواهد التي تقال كل الأيام، ولكنها تختار الشواهد بعناية أكثر دقة في أيام الأحد. يعني وسط عشرات الشواهد اللي موجودة في الإنجيل الكنيسة مدققة جدا وحذرة جدا وحكيمة جدا إنها تختار الشواهد، فكنا تختار الشاهد ده النهارده يبقى في حكمة كبيرة للموضوع. الحاجة الثانية إن القديس يوحنا الإنجيلي وعارفين إنه كتب الإنجيل بتاعه في أواخر القرن الأول الميلادي. كان متى ومرقس ولوقا كتبوا الأناجيل بتاعتهم في الستينات، خلاص كلهم استشهدوا وراحوا السماء. وفضل القديس يوحنا كتب القديس بتاع الإنجيل بتاعه في التسعينات، يعني أواخر القرن الأولاني الميلادي، فلم يكن محتاجا أن يعيد التذكرة بكل أحداث حياة السيد المسيح، ومش محتاج يقول كده. لكن كانت في وقت ظهرت بدع واختراعات كثيرة جدا، فكان بينشن على بعض القصص المحددة اللي يقصد منها معنى لاهوتي. يعني هو مش بيتكلم عن معجزات هنا، ما هي فيها معجزة، لكن القصة مش بس معجزة، القصة أبعد من هذا بكثير. فهو اختار بعض المعجزات المحددة القليلة العدد، زي مثلا وصف قنا الجليل، زي المخلع، زي شفاء المولود أعمى، وهكذا زي الإشباع الجنين. ذكر معجزات بسيطة كل واحد منها له معنى لاهوتي عميق جدا. طب إيه المعاني المهمة الخطيرة اللي تخلي يوحنا الإنجيلي
يذكر القصة دي في الإصحاح الخامس في إنجيل، واللي تخلي الكنيسة تخصص له يوم في وسط الصوم المقدس اللي هو أقدس صوم في الكنيسة. اتفضل. أيوه أنت بقى، أنا مش فاكر. قال في الخمسين وبيتقال في العنصر ودي متهيألي صح السامرية، مش كده بقول كده مش. لكن هو بيقرأ باستمرار في سر مسحة المرضى في الإنجيل. ده بيتقرأ أفتكر في الصلاة الأولى من صلوات 7 فتيات بتوع سر مسحة. أول نقطة في قصة المخلع، إن هذا المخلع مش مخلع عادي، مش مريض عادي، مش بقاله سنة ولا 2 ولا 3 ولا 4، ده بقاله قد إيه؟ 38 سنة. محدش عارف هيقدر يعيش زيهم تاني ولا أكتر من نص عمره، وناقص له 2 وبيكمل إيه؟ ال40. وال40 عادة في الشريعة وفي عرفنا حتى يرمز لكمال المدة الزمنية. فكما لو كان الراجل ده ربنا بيلحقه في الإيه؟ في الهزيع الأخير، ده لو ما اتلحقش محدش هيلحقه. اكتملت سنوات شره، اكتملت سنوات غربته، اكتملت سنوات مرضه، اكتملت سنوات بؤسه، اكتملت سنوات ضياعه. خلاص ده ضايع. 38 سنه. مين يفكر في عيانه 38 سنه مريض ده ممكن يقوم ولا يخف ولا اي حاجه؟ ده اخرته ياكل ويشرب وخلاص، ده كبير يعني. لكن 38 سنه تقول لك إن الحياة الإنسانية وصلت إلى قرب الضياع، انتهى الضياع. ونلاقي في الإصحاح نلاقي فيه ألفاظ تيجي صغيرة كده يقولها يوحنا الإنجيلي، تبان إنها صغيرة لكن ليها معنى عميق. يعني يقول لك البركة دي ليها بركة بيت حسن، لها 5 أعوقة وكانت قريبة من باب إيه؟ الضأن. وباب الضأن إيه باب الضأن؟ أورشليم كان لها أبواب كثيرة، أحد أبوابها هو باب الضأن. باب الضأن ده الذي كان يدخل منه إيه؟ الذبائح التي تعد للذبيحة وذبائح الخطية وذبائح الإثم. ومن هذا الباب يدخل المسيح الذبيح الحقيقي اللي داخل ينقذ الإنسانية اللي خلاص ضاعت 38 سنة، خلاص ما فيش منها رجع. فالمسيح يدخل من باب الضأن، باب الذبائح، لأنه الذبيح الحقيقي المرموز إليه كل ذبائح العالم التي بتشاور على الذبيحة دي، فيدخل من هذا الباب لينقذ الإنسانية. الراجل ده مشكلته إيه؟ مستني، هو في دماغه إيه؟ ليس لي إيه؟ هو الراجل ده لما ربنا سأله قال له إيه؟ ليس لي إنسان. فضل طول عمره يدور على إيه؟ على حد. لا دور على ربنا ولا صلى على ربنا ولا طلب من حد يصلي له ولا لجأ للكهنة ولا أي حاجة. هو يبحث عن الإنسان. الإنسان الضائع حين يبحث عن إنسان آخر لينقذه يظل إيه؟ على وضعه 1 2 8 10 40 عد زي ما أنت عايز، لن ينقذك إنسان. الاتكال على الرب خير من الاتكال على البشر. وحتى المسيح سأله سؤال غريب. واحد بقاله 38 سنة قاعد جنب بركة، متوقع إن حد يشفق عليه وياخده ويرميه مع حركة الماء. فالطبيعي إنه قاعد مستني إيه؟ عايز يخف. فهل من الطبيعي إن المسيح يسأله هو أنت عايز تخف؟ هل السؤال ده منطقي؟ يعني ينفع أنا وقدس أبونا مثلا يروح لمريض في المستشفى، أبونا هيعمل له سر مسحة المرضى، هيصلي له مريض. ينفع أبونا يقول له هو أنت نفسك تخف حبيبي؟ هل ده سؤال يتسأل؟ طب تخيلوا بقى ده لو مريض عادي ودخلنا الواحد عنده أورام، ودخلنا واحد عنده أورام منتشرة في الجسم واخد سرعان مركزة، هل من المنطق إن أبونا يسأله عايز تخف؟ هذا سؤال. إيه رأيكم؟ ليه المسيح سأل السؤال ده؟ أتريد أن تضل؟ سؤال مش منطقي حقيقي. يعني إيه أتريد أن تضل؟ واحد في الحالة دي في الوضع ده بقاله 38 سنة، أمال أنا قاعد بعمل إيه يعني يا رب؟ يعني إيه أتريد أن تضل؟ إيه السؤال ده؟ تفتكروا ليه سأل السؤال ده؟
نعم، ممكن يعمل خد على كده خلاص. احترام لحريته لأنه ممكن يكون خد على كده خلاص. صح، أشكرك. وإيه تاني؟ بالظبط كده، الإجابتين صح. لازم يكون له. خد بالك، ربنا بيقول له كون المسيح رحمه ان المسيح يتجه للانسانيه اللي ملهاش حد تاني يفتكرها. لو كان ربنا عايزه يجي له كان قال لهم ابعتوا هاتوا لي، لكن ربنا راح له. في ناس كان ربنا يروح لهم، فلما بيروح له ربنا عارف انه هيوقفوا على حاله، لكن بيقول له خد بالك انا اقدر اشفيك، لكن مش هشفيك الا لو انت عايز تخف. انا هفتح لك باب السماء، لكن خد بالك انا مش هدخلك السماء الا لو انت عايز تخش السماء. انا هديك نعم كتير جدا، لكن خد بالك ان ما كانش ليك دور مش هتستفيد من اي حاجه. انا هديك بركه الخدمه في الكنيسه، ان لم تكن خادما امينا مش هتستفيد منها. هديك كل حاجه، انا عايز اديك، لكن يا ترى انت فين؟ انت عاوز ايه؟ ماذا تريد؟ ماذا تريد ايها الانسان؟ انت تقدر تبرأ لو انت عايز وانا عايز. اراده الله دائما حاضره وقويه وفعاله، وهو المبادر، يعني هو اللي راح للرب. لكن تظل قصه شفاء المفلوج يملكها في الاخر مين؟ المفلوج للاسف. تخيل، المسيح يريد، لكن هل أنا أريد؟ تظل قضية الخلاص ودخولي للسماء أنا اللي أملكها. تقولوا لي حللني لو أنا غلطان. تظل مفاتيح السماء في إيدي أنا، لأن هو عايز. المهم هل أنا عايز؟ هل أنا بعمل حاجة؟ وعايز دي بترجمها إزاي؟ بعمل إيه عشان أعلن إرادتي؟ اتفضل. بالظبط بالظبط بالظبط. انا واقف، عايز تفتح يا حبيبي افتح، خش. مش نعم، الاكره من جوه والمفتاح من جوه والترباس من جوه والمسيح موجود. عايز تفتح له افتح. يظل العجيب ان احنا نستغرب ان قرار خلاصنا في ايدينا. عجيب جدا ان يبقى قرار خلاصنا في ايدينا واحنا اللي في الاخر ممكن نضيعه. هو ده اللي حاصل. هذا الانسان البائس 38 سنه بيدور على حد يسافر، 38 سنه، فيدخل المسيح من باب الضأن، باب الذبائح، عشان شفاء هذا المريض تكون من خلال الذبيحه. يعني كلمه قوم بي مش بالبساطة دي، المسيح لسه يتعلق على الصليب. كمان في تأمل جميل في القصة بتاعت الخلع دي، لما قالوا إن الراجل ده قاعد بيعمل إيه؟ قال لك الملاك ينزل أحيانا يحرك الماء، فمن نزل أولا بعد تحريك الماء يبرأ من أي مرض اعتراه. حد فكر في القصة دي؟ هل هذه حقيقة؟ أم هذا يعني معلومة متوارثة عندهم؟ هم كانوا بيقولوها، يبدو أنها حصلت بعض المرات ويبدو أنها حصلت أكثر في الأعياد. عشان كده لما المسيح دخل كان عيد التجديد، كانت الدنيا زحمة، لأن ممكن الملاك كان بينزل يحرك الماء وقت الأعياد بس مرة أكثر في السنة، فاللي هيلحق ينزل والماء يتحرك ينال الشفاء. ايه الفرق بين الميه وهي نايمه والميه هي بتتحرك؟ حصل ايه يعني في الميه؟ فيها حياه. بالظبط كده، اشكر حضرتك يا استاذ. فيها حياه. الماء المتحرك يحمل معنى الحياه. والكنيسه خدت نفس المشهد، الماء اللي فيه حياه، وحطته فين؟ ومن ينزل في ماء المعموديه ينال الشفاء من اي مرض اعتراه. الحياة تطلع من الماء اللي فيه الحركة. الماء اللي فيه الحركة رمز للماء اللي موجود فيه قوة الروح القدس. الماء الراكد لا يعطي حياة، لكن الماء المتحرك يعطي حياة من أي مرض. مهما كانت مشكلتك انزل في الماء اللي فيه حركة
يعني ماء الروح القدس فتنال الحياة والشفاء. عشان الوقت ما ياخدناش، السيد المسيح اداله اوردر من 3 افعال، مش كده؟ المسيح كان كلامه قليل قوي في المعجزه دي، كلامه محدد جدا. تريد ان تقرا؟ راح رد عليه الراجل، على فكره رد برضه ملوش دعوه بالسؤال، والراجل ده كان ضايع خالص، ما قالوش يعني تريد ان تقرا الاجابه يس اور نو، مش كده؟ ايوه او لا. ايوه نفسي قوي اتمنى يا رب، ما انا يعني انا قاعد هنا بعمل ايه؟ ما قالوش كده. قال له ليس لي انسان، انا ماليش حد. ايه؟ هو كان مركز في حاجه واحده، عن طريق الملاك وعن طريق حد يبنيه. رجاؤه كله انه يلاقي واحد يحن عليه ويبنيه، ولانه مفلوك ضايع ما بيتحركش، اللي باقيين اكثر قوه منه فبيتدحرجوا وينزلوا يعني. ده من الناحيه الفيزيكال. لكن هذا الانسان كان مليان مشاكل على فكره. المشكله الاولى ان هو كان كل رجاؤه في البشر. المشكله الثانيه ان هو واضح ان مرضه كان مرتبط بالخطيه، عشان كده السيد المسيح ظهر له بعد كده قابله وقال له ايه؟ لا تخطئ ايضا لئلا يكون لك اشرار، معنى ان الخطيه بتاعته ادت الى هذا المرض. 38 سنه ما بيعملش حاجه، ضايع خالص يعني. لكن هذا المريض لا يعبر عن نفسه، هذا المريض يعبر عن مين؟ وعن كل حد. انسان بعيد عن ربنا، ضاعت منه كل اماله، بقى مريض روحيا ونفسيا وجسديا، يلقي رجاءه على الاخرين، مستسلم تماما، حالته ضياع، ما عندوش امل في حاجه. ده يمثل البشريه. عشان كده جايب المسيح يدخل من باب الضأ ويجيب اشاره للماء المتحرك، ان الذبيح اللي هيخش والماء اللي فيه الروح هو ده حبيبي بس اللي فيه شفاء، لكن مفيش شفاء. وارادتك بتلعب دور اساسي في القصه، من غير ما يكون لك اراده لن تنال اي شفاء. المسيح زي ما بنقول اداله اوردر من 3 افعال: قم واحمل سريرك وامشي. ربنا قال اوردر من 3 افعال. ربنا ما لمسوش قال له قوم. ربنا على فكره شفاه من غير ايه؟ دون ان يلمسها. ربنا شفاه بالاوردر: قم احمل سريرك وامشي. طب ليه ال3 افعال دول؟ يقوم. ربنا لما بيدي شفاء وقوه بيبقى قوي جدا، ده يحمل السرير مش يقوم خلاص. بالظبط. وقم هنا من معنى مباشر زي ما حضرتك بتحكي فن. حاجه يعني في نوع من انواع الصوت النفسي في حياتك، الديزاير، يعني دي موتيفيشن بالظبط. الاول مقتنع وبعد كده يكلمها عملي بقى في ان هو يشيل ويتحرك. اشكرك. هو طبعا هذا الرجل، تخيل واحد لما بينام في بيته اسبوع ولا 10 ايام وهو بيقوم بيبقى تعبان جدا، ولو قعد حد 2 3 عشان يرجع لحياته يقول له لازم تاخد فتره حتى نص فتره المرض في دور نقاهه عشان ترجع لقوتك. ده واحد بقاله 38 سنه ما رفعش راسه. فكلمه نعم. كان في مرضى كثيرون. هو شافه واحد طبعا لسه مش في الكل صح. واحد قاعد يشتغل الكل طبعا بس شافه واحد بس طبعا يقول للكنيسه بالحسب ده يعني خلاص. صح. الشفاء صح مظبوط. الكتاب المقدس او انجيل يوحنا كمان تحديدا قال لك وايات كثيره جدا صنعها يسوع لو كتبت واحده فواحده فما اظن ان الارض تسع الكتب المكتوبه. ربنا الكتب المقدسه بتجيب لنا اكزامبلز، بس الاكزامبلز اللي فيها معاني كبيره. في كل المسيح شافها ده اكيد شافها عشرات وارقام كبيره جدا. فنرجع اولا قم بالمعنى المباشر الفيزيكال، يعني قم خلاص خف، ما لم تعد مريضا مفلوجا مره اخرى او ايه عضلاتك يابسه، خلاص انت قمت يعني خلاص انت خفيت. وبالمعنى الروحي انت كنت ضايع ودلوقتي قمت. وفيها ملمح ان من دخل من باب الضأ لكي يشفي المريض سيعطينا معنى الايه؟ القيامه. قم قيامه. قم جايه من فعل القيامه، فعل امر من النوم بتاع القيامه. يعني انا مش بس جاي اشفي البشريه،
الضيعة المريضة، لكن جاي أعطيها فعل القيامة. قوم من موتك. فكلمة قم تحمل من المسيح فعل الشفاء ورمز لمعنى القيامة، لأن هو أصلا الذبيحة. الفعل الثاني فعل إيه؟ احمل سريرك. ده طبعا ده يقدر يبان غريب مش طبيعي. لو حد بعد الشر ربنا يحافظ على الكل، لو حد قاعد على سرير المستشفى شهر ولا شهرين، هل تصير بينه وبين سرير المستشفى علاقة عاطفية حلوة يعني بيحن لسرير المستشفى. وكل ما القعدة طولت كل ما صار سرير المستشفى في عيني ايه؟ مكروه. طبعا ده رمز الضعف ورمز الهوان والبهدلة، رمز الألم، رمز اليأس، وفقدان أي حاجة حلوة، رمز الضياع. هل أحبه؟ ليه المسيح هنا قال له احمل السرير؟ ده السرير ده بالنسبة له مكروه، هو مش عايز السرير. السرير ماذا يمثل قيمة مالية يعني؟ فالسرير بالنسبة للفلوك ده هل حاجة محبوبة؟ يشيلها يعني، يقتنيها، يحتفظ بيها؟ ولا ايه رأيكم؟ ليه يحمل السرير يعني؟ نعم؟ بيقول اكيد رماه في السكة. ايه؟ المسيح شال الصليب. ممكن يكون فيها رمز، اشكرك بقى ما جاتش في دماغي قبل كده يعني. لكن السرير ايه؟ بالظبط، هو ده يمكن المعنى الاكثر ارتباطا سمعنا. ان خد بالك بعد ما تقوم بلمسه المسيح ليك او بفعل المسيح، ستظل دائما انت الضعيف اللي قمت بقوه ايه؟ المسيح. احتفظ بذكريات ان انت في الاخر ضعيف. زي ما المزمور بيقول ارحمني يا رب لاني ضعيف، اشفيني يا رب لان عظامي ايه؟ قد ضعفت جدا. مهما كانت عندك قوه روحيه او قيامه روحيه واحساس ان انت بقيت قوي، خد بالك انت بقالك 38 سنه. فيحتفظ بالسرير علامه الضعف، علامه المرض، علامه ان انت لو سبت نفسك لنفسك واعتمدت على الناس ترجع للسرير ده وما قمتش غير بالمقابله بتاعته. فتظل دائما انا محتفظ بقوتي وقيامتي مع ان انا ايه؟ انسان ضعيف. اوعى دايما تفتكر ان انت بقيت خلاص تقدر تسيطر على الخطيه، تقدر تسيطر، عشان انت حبيبي اللي كنت راقد على السرير ده وفضلت راقد عليه معظم حياتك. وامشي، خد بقى خطوه في حياتك. يعني امشي دي معناها ايه؟ اجتهد بقى، اعمل حاجه. يعني اعمل حاجه، ابتدي اجتهد في حياتك الروحيه. امشي امشي، الحياه قربت يعني، خلاص الدنيا قربت، ايام قربت. فمن فضلك بعد ما اديك قوه القيامه افتكر ان انت بتاع 38 سنه مرمي في الارض، وامشي اجتهد حتى تصل الى الهدف بتاعك. ونلاقي ان قاعده المشي هنا ان السيد المسيح يقابله بعد شويه يقول له ايه؟ ها انت قد ايه؟ برئت فلا ايه؟ تخطئ ايضا. قاعده الحياه الجديده لا تخطئ. انت عايز ترتبط بالمسيح، عرفت ان انت مالكش حياه براه، يعني مالكش قيامه غير معاه، مالكش قوه غير فيه، مالكش امل غير ان هو يلمسك ويجيلك. طب كويس قوي. لكن القاعده بتاعت الحياه الجديده غير القاعده القديمه. القاعده القديمه انت اخطيت ورقدت ومحدش شافك، محدش جالك، محدش يعرف يعمل لك حاجه. القاعده الجديده هتقوم وتبقى قوي جدا لدرجه ان انت تشيل سرير تحتفظ بيه بذكريات الماضي عشان ما يخونكش ثقتك في نفسك في المستقبل. لكن القاعده الجديده وانت ماشي لا تخطئ ايه؟ لا تخطئ ايضا. اذا كنت عايز تحتفظ بقوه القيامه وحملك للسرير، حملك لماضيك لحياتك لذكريات الضعف صارت ذكرى، لكنها ذكرى مهمه. ان انا ما فيش يوم هيجي افتكر ان انا بقيت اقوى منه، لا مفيش هيجي اليوم ده. انا لو يعني نزلت عيني من عليها وقع على نفس السرير، نفس السرير بتاع 38 سنه. فاكروا؟ مش بيذلوا لكن بيفكروا بضعف. اتفضل يا استاذ.
يعني يصلح له وتسابونا تذكار الشر الملبس للموت، مقصود به تذكار التفاصيل اللي دخلتني في مجال الشر، تذكار اصدقاء الشر، تذكار الجو المحيط اللي دخلني في جو الخطيه، الملابسات، الشهوه اللي دخلتني وخلتني اقع. لكن تذكار ان انا ضعيف وممكن اقع، هذا تذكار يجب الا يفرط بدون دخول في تفاصيل، حتى مش مطلوب مني اعترف بيها خالص. مطلوب مني ان انا بقول العنوان بتاع مشكلتي في الخطيه كذا كذا، بدون ما انا احكي تفاصيل خطيتي فيرجع الشيطان يلعبني من الحته دي، او ان انا اتعب باعترافي. فتذكار الشر الموت اسمه تذكار تفاصيل الشر التي تؤدي الى الموت. نعم؟ مش خطياتي ايه؟ خطياتي امامي في كل حين. بالظبط كده، زي ما استاذ نعيم، خطياتي امامي في كل حين. ان انا انسان خاطئ بدون ما افتكر تفاصيل، بدون ما افتكر الذكريات، الوضع اللي خلاني اغلط. موضوع المخلع الحقيقه موضوع مهم، بيجي وسط الصوم، زي ما قال لنا سابونا في الصوم جايب لنا 4 شخصيات بدون اسامي: الابن الضال، السامريه، المخلع، المولود اعمى. 4 شخصيات تمثل الحياه البشريه بدون اسامي، لان القصه مش قصه شخصيه، مش قصص فرديه، دي قصه الانسان اللي خرج بره البيت وضيع نفسه، الانسان اللي صار يبحث عن الحب، السامريه في كل مكان فلم تجد الحب خارجه، الانسان اللي ضيع نفسه وكاد يقترب من الهلاك، قرب من 40 سنه حياته كلها ضاعت، وكان يبحث عن اخر ينقذه فلم يجد اهل، فصار مقعدا عند البركه. والمره الجايه هنتكلم عن نعمه ربنا، مولود اعمى، الانسان بدون الله مولود اعمى، فاقد للبصيره، فاقد للرؤيه، فاقد للقيمه، فاقد للحياه، لانه بلا قيمه، بلا عين، بلا بصيره. ربنا يدينا بركه الايام، يدينا بركه. صلوا لي لإلهنا المجد دائما. فكرت في مرة دي اليوم من الفضل على الأخوة في صندوق كل المرة طبعا بس لسه عشان لا مش لكن الكل كلها عايزة أصحاب الصندوق من جهة واحدة ما عادش برضه يعني عايزة فكرت برضه الأسبوع الجاي هيبقى معاك الصلاة. هيبقى في عشية إن شاء الله نعمل عشية مع بعض لو وصلت لها كل أصلا موجودة. لو هي فيها حاجة مش مشكلة. هنعمل عشية إن شاء الله وبعد كده هيبقى في فقرات خفيفة. وبعد كده الأسرة ممكن نتكلم عن الأسرة وبعد كده في حاجات بسيطة بس يبقى اليوم مفرح يعني الأسرة تبقى واحدة خالص مع بعض. الحاجة الثانية إن إحنا زي ما قلنا في الأول كان المقدس ما جاش، إن إحنا الجمعة والسبت الجاي هنظبط نروح المراكب الأولاد اللي هي أولاد الأطفال، تبقى الجمعة السبت هنروح عليهم ويوم 12/4 هيبقى في 57 مكان اللي يبقى فيه 10 بيجوا معانا. إحنا في 10 من الإعدادي وثانوي وفي 10 من الرمضاني بحيث 20 فضل معانا في العلوم نتفق معاهم رمضان للأخوة المسلمين وبقية الأيام المسيحيين اليوم من هذا ياخد الموفق كله في القداس وبعد كده الحفلة وبعد كده يطلع بجانب في كنيسة شمولة يبقى خفيف سريع وكده 9 الساعة 5 وهيبقى يوم الثلاثاء التاني عشان المسلمين هيبقى فيه قداس السيد قداس القيامة. السيد مش بيعمل قداس القيامة فيعملوا يوم الثلاثاء إن هو عشان المسلمين مباشرة. بس هنشوف هيبقى متاح خير معانا وناخد اليوم في السيد نجمع في القداس ونكمل معانا الوحدة دي ونكمل معانا ربنا يبارك حياتكم صراحة ويبارك الخدمة والكنيسة. آمين.